بالمكرونة والشعرية ولسان عصفور وبألف هنا وشفا. عمرك جربت رز بالمكرونة؟ يلا بينا تعال نجرب الرز بالمكرونة. الحلة الجميلة بتاعتنا ننزل بالزيت وننزل بالمكرونة نحمرها. يلا بينا ننزل بقى كمان حبة شعرية وحبة لسان عصفور يبقى كله ميكس على بعضه. يلا بينا بسم الله. يلا بينا يا اخواتنا الحلوين نقلب بقى ونحمر المكونات الجميلة بتاعتنا اهي. طلع على النبي كده في الكومنتات كده يا جماعة. نقلب المكونات بتاعتنا الجميلة عندنا تتحمر. شعرية طبعا ومكرونة مرمرية ولسان عصفور جميل. طبعا اتحمرت معانا المكونات بشكل خدت اللون الذهبي الجميل. ننزل بالرز يلا بينا ننزل نقلب قلب. يلا بينا نقلب لعند ما يسخن. نقلب معانا وننزل بملح وبعد ما نزلنا ملح نقلب التقليبه الجميله بتاعتنا كله مع بعض كده. يلا بينا هوبا. طبعا بعد ما الرز يتسخن معانا هو بالشكل ده ننزل بمعيار الميه. طبعا معيار الميه هي نفس معيار الرز. يلا بينا بسم الله. يغلي معانا بالشكل الجميل ده بقلب كده الرز. طبعا التكيه هنا نقلب الرز عند ما يتشرب الميه خالص كده بالشكل ده. بعد ما يتشرب معانا بالشكل كده نغطي بقى الرز ونهدى عليه. يلا بينا نفتح الرز بعد ما سيبناه يستوي بالشكل الجميل ده اهو. طبعا استوى معانا اهو احلى شويه رز ميكس وبألف هنا وشوف. وطبعا الرز بعد ما استوى معانا بالشكل الجميل اهو. يا سلام بقى شايفين الرز وجماله وحلاوته. رز بالمكرونه والشعريه ولسان عصفور وبألف هنا وشفا على صحة الجميع. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى باللايك والكومنت الجميل.